العدوي هو اللي بيدير هذا اللقاء من منطقة السويس، صاحب ال 38 سنة. المساعد الأول مصطفى عطير، المساعد الثاني هشام محمود، والحكم الرابع صبري شعبان. نأمل ونتمنى إن شاء الله أن نسعد بأحداث هذا اللقاء وحوار فني خارج الخطوط ما بين سمير كمونة في قيادته الفنية لفريق الرجاء، وفي الجانب الآخر يتواجد إيهاب جلال في القيادة الفنية لفريق مصر المقاصة. مواجهة الدور الأول بنتذكر كان تغلب فريق مصر المقاصة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد على فريق الرجاء. فريق الرجاء يدخل اللقاء بتشكيلة مكونة من محمد فتحي في حراسة المرمى، في الدفاع عمرو نبيل، معتمد محسن، علي العربي، وعاصم صلاح. في الوسط أمير قيصر، أحمد فتحي، محمد مجدي، ومحمد عبد الله. ثنائي خط الهجوم علي بهيج واللاعب الغني ايمانويل ايدول. على مقاعد البدلاء محمود كوكو، ابراهيم القاضي، محمود المغربي، اسلام فؤاد، عمرو الفيومي، كريم الديب، وطارق سالم. بينما فريق المقصة بيبدأ بمصطفى كمال في حراسة المرمى. لدينا في خط الدفاع الرباعي أحمد حسام، أحمد السيد، عبد الحميد سامي، وباسم عبد العزيز. في الوسط عمر النجدي، هاني سعيد، أحمد سامي، وعمر بركات. وبينما في الهجوم الثنائي وائل فراج والسيد حمدي. على مقاعد البدلاء عبد الواحد السيد، أبو بكر عبد اللطيف، عبد الله فاروق، هشام محمد، حسين رجب، أحمد زغلول، وسعيد مراد. كرة في وسط ملعب فريق مصر مقاصة، والوصول والاقتراب من وسط ملعب الرجاء. أحمد سامي لعب الوسط، لكن في كرة مقطوعة ترتد إلى فريق الرجاء. تقدم عن طريق لاعب اللي بيحاول التقدم للأمام، ايمانويل ايدول، اللاعب الغاني اللي في القادة الهجومية لفريق الرجاء والقادم من الفريق المصري البورسعيدي في فترة الانتقالات الشتوية. اللاعب اللي كان تواجد مع المصري الموسم الماضي، وفي الأساس قادم من فريق أشانتي جولد. كان سجل مع المصري في الموسم الماضي هدف، والهدف كان في مرمى تليفونات بني سويف في لقاء انتهى بتعادل إيجابي 3-3. رمية التماس ملعوبة لفريق الرجاء، مقطوعة ترجع وسط ملعب هاني سعيد اللي بيعود إلى تشكيلة فريق مصر مقاصة بعدما تغيب عن اللقاء الأخير أمام الاتحاد في الأسبوع ال19، واللي تغلب فيه الفريق بهدف واحد دون مقابل، وبتوقيع لاعب عمرو بركات. وكان هدف أكثر من رائع، يعد من أجمل الأهداف اللي شاهدناها في بطولة الدوري. كذلك أيضا كانت هناك هدفين للاعب عاشور الأدهم في مرمى فريق الرجاء. اللقاء اللي خسر فيه الرجاء 2-3 في آخر مباراته في الأسبوع ال19. تمريرة بينية عميقة في الأمام في دفاعات فريق مصر مقاصة في اتجاه لاعب علي بهيج القادم من فريق حرس الحدود على سبيل الإعارة، ولكن في عملية الشد واضحة من علي بهيج للاعب أحمد حسام، لاعب الظهير الأيمن في تشكيلة فريق مصر المقاصة. لقاء ما بين الجريح الرجاء بخسارته 2-3 أمام المصري البورسعيدي، والمنتشي والفريق اللي بيسير بخطى ثابتة هذا الموسم مصر المقاصة بعدما تغلب على فريق الاتحاد في الأسبوع 19 وفي ملعب واستاد الإسكندرية بهدف واحد دون مقابل. كرة ملعوبة، هاني سعيد في الأمام، انطلاقة باسم عبد العزيز من الناحية اليسرى لاعب الجناح الأيسر، وتوغل ونجح في الهروب من رقابة دفاعية، لكن دخول اللاعب علي العربي حكم اللقاء يقول لا شيء. سقوط أمامنا في لقطة الإعادة على أرضية الملعب، وفي النهاية تصل عند الحارس محمد فتحي. مصطفى كمال، عبد الحميد سامي لاعب الإسماعيلي السابق، هاني سعيد إلى وائل فراج، أمير قيصر لاعب وسط مصر المقاصة. كرة تعود عند لاعب ايمانويل ايدول اللاعب الغني، سجل هدفين حتى الآن لاعب ايمانويل ايدول مع فريق الرجاء، منهم هدف كان في مرمى حرس الحدود، وهدف في مرمى ايضا فريق سموحه لما تغلب الفريق 3-1، ودي كانت اخر مباراة اللي فاز فيها فريق الرجاء اللي حقق 5 انتصارات حتى الآن. نفتكر البداية القوية والانطلاقة الجميلة اللي كانت لفريق الرجاء هذا الموسم ب3 انتصارات متتالية حققها على حساب الجونة بهدف واحد دون مقابل في الأسبوع الثاني. في الأسبوع الثالث كان تغلب على بتروجيت بهدفين مقابل لا شيء، وكانت المفاجأة الكبرى في الأسبوع الرابع لما تغلب على فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، بهدفي عن طريق لاعب عمرو المنوفي اللي انتقل إلى
تشكيله فريق سموحه مع فتره الانتقالات الشتويه، والهدف الثاني كان حمل توقيع طارق سالم مع اللحظات الاخيره من اللقاء، لاعب اللي موجود النهارده على مقاعد البدلاء. هاني سعيد، احمد سامي، كره مع مصر مقصه، عمر النجدي لاعب المغربي، كره مقطوعه من امامه احمد فتحي، ترتاد هاني سعيد، وصلت عند سيد حمدي، استلم كورته وحاولت الهروب من رقابه لاعبو خط وسط الرجاء خارج الملعب. رمي تماس، المواجهه الرابعه ما بين الفريقين، 3 مواجهات من قبل. الموسم الماضي لقاء الدور الاول انتهى بتعادل سلبي، الدور الثاني كان تعادل ايجابي 1-1. ومع بدايه هذا الموسم ولقاء الدور الاول في ملعب استاد الفيوم كان انتهى بنتيجه الفوز لفريق المقصه بهدفين مقابل هدف واحد. ركله مرمى على تنفيذ الحارس محمد فتحي. اليوم يفتقد فريق الرجاء لجهود طبعا كابونجا، ولكن يشهد هذا اللقاء عوده عمرو نبيل وعلي العربي، كذلك يشهد هذا اللقاء حضور سيد الوزير خالد عبد العزيز اللي بيتابع المباراه من المقصوره الرئيسيه لملعب برج العرب الفرعي، ملعب اللي يعد يعني تحفه معماريه رياضيه بنيت بسواعد ابناء القوات المسلحه. هذا الملعب الفرعي اللي بيشهد اولى مباريات طبعا هذا الموسم، لاول مره تقام على ارضيه هذا الملعب. هذا اللقاء اللي كان دائما ما يستضيف فريق طبعا استاد الاسكندريه مباريات فريق الرجاء، الملعب اللي بيحتضن مباريات الفرق الاربعه، الاتحاد وحرس الحدود وسموحه وكذلك ايضا فريق الرجاء. طبعا كلنا عارفين ان في عمليه اصلاحات في ملعب استاد الماكس، وبالتالي حرس الحدود بيلعب لقاءاته على ملعب استاد الاسكندريه. انطلاقه جميله ناحيه اليمين، محاوله توغل عن طريق اللاعب الخطير المغربي عمر النجدي اللي استخدم سلاح السرعه ثم المهاره ونجح في التفوق على لاعب ومر برشاقه من اللاعب احمد فتحي، ووصل عمليه الاختراق المره دي من محمد عبد الله وبيبص عشان يلعب العرضيه، لكن في التوقيت المناسب دخول علي العربي والكره خارج الملعب تتحول الى ركله ركنيه. سقوط على ارضيه الملعب، يتالم، يعاني من اصابه عمر النجدي. نزول اخصائي العلاج الطبي من قبل فريق مصر مقاصه الاطمئنان على سلامه اللاعب عمر النجدي اللي سقط على ارضيه الملعب. محمد فتحي حارس المرمى بيحفز لاعبيه، وطبعا الكل هنا يتوخى الحذر مع ضربه البدايه والانطلاقه الاولى لاحداث هذا الشوط الاول ضمن لقاءات الاسبوع العشرين اللي انطلق امس ب5 مباريات كما تابعناها. كان هناك تعادل ايجابي ما بين الاسيوطي وحرس الحدود 1-1، كما كان هناك تعادل سلبي ما بين الاتحاد السكندري وفريق الجونه، وفي 3 مباريات انتهت بنتيجه الفوز فيها تغلب فريق سموحه على العبد منهور 3-1، وشهدت ايضا فوز فريق المقاولون على الداخليه 3-2، وكان تغلب فريق بتروجيت على وادي دجله بهدفين مقابل هدف في واحده من اللقاءات المثيره والجميله واللي شهدت احداث مؤسفه في اللحظات الاخيره من عمر احداث اللقاء من اعتراض من قبل الجهاز الفني لفريق وادي دجله على قرارات حكم اللقاء عبد العزيز السيد، والصوره اللي نتمنى ان تختفي تماما عن ملاعبنا في ظل حضور منافسه شريفه وفي اجواء نظيفه تلعب وتقام المباريات. ملعوبه داخل منطقه جزاء فريق الرجاء، الركنيه كانت مرت مرور الكرام ما شكلتش خطوره، ترجع في الجانب الايمن. تقدم المره دي عن طريق اللاعب المتحرك عمرو نبيل ناحيه اليمين، وصلت لمحمد مجدي قادم من فريق انبي على سبيل الاعاره لتشكيله فريق الرجاء. ايضا محمد عبد الله صاحب القميص رقم 77 قادم من انبي على سبيل الاعاره. عاصم صلاح، علي بهيج، محمد عبد الله، كره مع فريق الرجاء، ملعوبه معتمد محسن عايز يلعبها طويله اقصى اليمين في اتجاه اللاعب احمد فتحي في عرقله، لكن حكم اللقاء بيعطي هنا مبدا اتاحه الفرصه لمصلحه الرجاء ومحمد مجدي اللي بيحاول انه يمر من عمرو بركات. دخول خارج ملعب رمي التماس لمصلحه الرجاء مره ثانيه من جديد، فريق اللي يريد ان يسيطر على مقاليد الحكم في منطقه خط الوسط. من يسيطر على هذه المنطقه بالتاكيد هو اللي هتكون عنده الغلبه واللي ممكن ان يستطيع ان يصل الى مرمى الفريق المنافس من كل الطرق التي تؤدي الى المرمى
ولكن مع مرور 11 دقيقة الاستحواذ 41% لأصحاب الأرض فريق الرجاء، في المقابل 59% لفريق مصر المقاصة. لكن نعود ونكرر ونقول مرارا وتكرارا بأن نسبة الامتلاك للكرة ليست هي المعيار الحقيقي، بينما العبرة بالخواتيم وكيفية استغلال كل فرصة ممكن تجي لك انك تترجمها داخل الشباك. وفي النهاية مباراة كرة القدم تحتسب بالاهداف وليست بالسيطرة ومن كان افضل ولا مين كان احسن ومن اهدر فرص. في النهاية ستكون هناك نتيجة ستكتب وتدون في الارشيف الخاص بكل المسابقات. ملعوبة، مرور ممتاز، محمد مجدي عمل فنترا، انطلاقة، محاولة اختراق من اعماق منطقة جزاء فريق مصر المقاصة وخط الدفاع الرباعي اللي عمل ساتر بسرعة وبالتالي حجز على انطلاقة محمد مجدي. كرة تحول من احمد حسام خارج الملعب، رمية تماس لفائدة فريق الرجاء. اعتقد ان اللقاء هيكون صعب. تعليمات سمير كمونة امامنا، صاحب ال 42 سنة، واحد من نجوم ذئاب الجبل قبل انتقاله الى فريق الاهلي. كرة في الشمال، ايضا واحد من نجوم منتخب الساجدين المنتخب الوطني، ونتذكر مشاركاته الافريقيه في بطوله كاس الامم، له هدف لا ينسى كان في مرمى منتخب زامبيا وفي دور الثمانيه من كاس افريقيا اللي اقيمت في جنوب افريقيا عام 1996. لكن بعد هذا الهدف يعني هلت امطار طلع شباك، هلت الاهداف كالامطار على شباك منتخبنا الوطني، وخسرنا وقتها بثلاث اهداف مقابل هدف واحد. كان من يؤمن ويحرص مرمى منتخبنا طبعا النجم الكبير الخلوق نادر السيد. ترجع كرة في الجانب الايمن، احمد حسام، علي بهيج يلف ويدور يلعب، احمد حسام خارج الملعب بعيد عن عمر النجدي، يضع عليه امال كبيره طبعا مدير الفني ايهاب جلال، واحد من اللاعبين اللي عندهم القدره على صناعه الفارق بالمهاره والسرعه والخداع، حاله كحال ايمن حفني كتريزيجيه في الاهلي، ايضا عمرو السوليه وزيكا في الاسماعيلي، نفس المواصفات. يفتقد فريق لجهود ايمن عبد العزيز للاصابه، وكذلك لابرز لاعبي هذا الموسم اللاعب احمد الشيخ اللي بيغيب عن هذا اللقاء للاصابه، كما هو الحال ايضا احمد بكري، بينما بيشهد اللقاء عوده هاني سعيد بعدما تعرض للايقاف وتغيب عن مباراه الاتحاد الاخيره في الاسبوع 19. كره في الشمال، عاصم صلاح استلم كورته يلعبها عرضيه جميله حلوه فيها خطوره ممكن، لكن هنا طبعا الكتره دفاعيه تتغلب على فرديه اداء فريق الرجاء. كان وحيدا ايمانويل ايدول، وطبعا عبد الحميد سامي كان قبله. هاني سعيد في الامام، سيد حمدي في وضعيه تسلل الرايه من المساعد الاول لحكم اللقاء مصطفى عطيه. ركله حره غير مباشره في وسط الملعب، احمد فتحي اول حاله تسلل في اللقاء على فريق مصر المقاصه، ومن ناحيه سيد حمدي لاعب فريق مصر المقاصه، لاعب اللي سجل حتى الان مع الفريق 7 اهداف، هدفين في مرمى الرجاء في لقاء الدور الاول اللي فيه تغلب الفريق بنتيجه هدفين مقابل هدف واحد، في حين طبعا ان كان الهدف اللي سجل لفريق الرجاء من قبل عمرو الفيومي اللي موجود على مقاعد البدلاء في لقاء اليوم. كرة في الشمال من عمرو بركات مع احمد سامي وباسم عبد العزيز في الجبهه اليسرى. استلم كورته باسم، بيلعب على حدود قوس منطقه الجزاء لفريق الرجاء. عمرو نبيل يحمل شارة القياده، عمرو صاحب القميص رقم 5 خارج ملعب، رمية تماس ترجع مرة تانية لمصلحة فريق المقصة. أحمد سامي لاعب اللي قادم إلى صفوف مصر المقصة من تليفونات بني سويف. أحمد سامي، هاني سعيد لأحمد سامي، محاولة اختراق واقتحام منطقة الجزاء، لكن الضغط والانتشار العرضي اللي بنشوفه والضغط المبكر اللي عامله فريق طبعا الرجاء من ناحية الدفاع المحكم والمضغوط واللي موجود في وسط ملعب وبالقرب من دائرة الوسط. كرة مقطوعة تصل عند لاعب أحمد حسام، عودة لحارس المرمى مصطفى كمال. عبد الحميد سامي في الشمال، باسم عبد العزيز، عمرو بركات. مباراة بتشهد حضور جماهيري من قبل طبعا محبي وعشاق الفريق المطروحي فريق الرجاء،
القبائل البدويه العربيه اللي بتؤازر تشجع على انغام المزمار البلدي والفلكلور الشعبي اللي بالتاكيد اعتقد ان جماهير بحضورها ستعطي للقاءات والمباريات متعه واثاره وتزيد من حلاوه وفرجه المباريات. خطا على وائل فراج الكره اللي فاتت، اشتراك مع لاعب الرجاء وخط الدفاع وبطاقه صفراء اولى هيشيرها حكم اللقاء احمد العدوي صاحب ال 38 سنه من منطقه السويس، يعمل كمحامي، ادار 3 مباريات قبل ان يدير اللقاء الرابع. وائل فراج يحصل على بطاقه صفراء مع الدقيقه 16 من عمر احداث الشوط الاول. كان ادار 3 مباريات قبل ان يدير اللقاء الرابع له هذا الموسم. احمد العدوي ادار مباراه وادي دجله مع الاسيوطي والمصري مع الجونه، واخر لقاءاته كانت ما بين الاسماعيلي مع النصر، لكنه ادار لقاء الاهلي وطهطا في كاس مصر دور ال 32 واللي فيه تغلب الاهلي ب6 اهداف مقابل هدف واحد. لعبه خطيره فعلا في لقطه الاعاده زي ما احنا بنشوف امامكم من وائل فراج اللي استلم كورته وبعدت عن رجله، حاول يلعبها خلفيه مزدوجه او باكورد وفي مرمى الحارس محمد فتحي. دخول معتمد محسن لابعاد الكره، وبالتالي قدم وائل في وجه معتمد محسن اللي ساقط لسه على ارضيه الملعب يتلقى عمليه العلاج. 5 انتصارات حققها فريق الرجاء هذا الموسم، 3 انتصارات متتاليه على الجونه هدف واحد دون مقابل، بتروجيت بنتيجه هدفين دون رد على الاهلي 2-1، ثم غاب لفتره طويله عن التهديف لكنه عاد واستعاد ذاكره الانتصارات، وكان الفوز على حساب الاسيوطي ب3 اهداف مقابل لا شيء، واخر مباراته اللي فاز فيها كان على حساب فريق سموحه 3-1. بينما المقاصه حقق 8 انتصارات على الرجاء 2-1، على الاسيوطي 3-2، على طبعا فريق اتحاد الشرطه بهدفين دون مقابل بنفس النتيجه على النصر، كما تغلب على بتروجيت 4-1 ودي كانت اكبر نتيجه فوز حققها فريق المقصه، وكان له تغلب على وادي دجله بهدفين دون مقابل والاتحاد بنتيجه هدف واحد دون مقابل، ودي كانت اخر مباراه تغلب فيها فريق مصر المقصه. ادي اللعبه وادي الاعاده، فعلا لعبه خطيره جدا، والقدم اليمنى لوائل فراج تصطدم بوجه لاعب معتمد محسن اللي نقل خارج الملعب من خلال عربه الاسعاف للعلاج خارج ارضيه الملعب. ادي الحضور الجماهيري، حتى ان في جماهير جاءت لكي تصاحب فريق مصر المقاصه وتؤازر وتشجع، يعني كما ورد لنا من ملعب اللقاء ومن قبل الزميل صلاح عقده مراسلنا مراسل قناه MBC مصر في ملعب اللقاء. فريق مصر المقاصه اللي اخر مبارياته كانت مع الاتحاد وباوامر من رئيس النادي سيد المهندس محمد عبد السلام بالابقاء والمبيت في مدينه الاسكندريه والاستكمال المعسكر هناك، وطبعا كان في عمليه اكمال عناصر وصفوف الفريق باللاعبين اللي كانوا مستبعدين واللي تغيبوا عن لقاء الاتحاد، وبالتالي فضل البقاء في مدينه الاسكندريه لمعاشه الاجواء ومن اجل التركيز فقط في مباراه الرجاء اللي بيعتبروها نقطه فارقه من اجل طبعا حصول على 3 نقاط اللي هتمكن الفريق من الوصول الى مركز متقدم. عرضيه فيها خطوره ملعوبه، لكن من ناحيه الشمال تقدم كان ممتاز وجميل من لاعب الظهير الايسر في اللقطه اللي فاتت باسم عبد العزيز، ويلعب الكره لكن عاليه بعيده، حاول انه يسقطها في الزاويه البعيده، حطها كده ساقطه لكي تعانق الشباك لكنها مرت. ادي باسم في لقطه الاعاده، شوف اللاعب حطها بباطن القدم الداخلي، حطها كده بباطن الداخلي من القدم اليسرى. باسم عبد العزيز لاعب الظهير الايسر اللي بيحمل القميص رقم 3 صاحب ال 28 سنه اللي بيخوض اليوم ويلعب المباراه رقم 13 له في بطوله الدوري مع فريق المقصه. تعليمات خارج الخطوط سمير كمونه، وعلى الصوره كان ايضا اعضاء الجهاز الفني والتدريبي وبدلاء فريق الرجاء اللي بيمنوا النفس من تحقيق فوز وانتصار ينتشل الفريق من شبح الهبوط اللي بيطارده فريق في المركز 17. امير قيصر استلم كورته عدى من بركات واحمد سامي، بيلعب لاحمد فتحي، بيطلب تقدم زملائه للامام عشان يبقى في تقارب للخطوط وعمليه الربط. علي بهيج كرات الملعوبه، اعتقد وجود طارق سالم كورقه من العناصر الرابحه، افتقاد الفريق لجهود احمد سقراط ايضا واحد من اللاعبين المميزين اللي تغيب عن
هذا اللقاء واللقاء السابق ايضا، مع انه كان موجود في قائمه الفريق احمد سقراط. ادي خطا في اللقطه اللي فاتت، احمد حسام يلعبها. 3 اخطاء على فريق الرجاء، في المقابل 4 على مصر مقصه، ولمسه يد على وائل فراج. كره في الشمال، عدى عاصم، عرضيه فيها خطوره ممكن لو كملت، لكن الدفاع المحكم وعبد الحميد سامي خارج الملعب. كره تحول الى رمي التماس. عاصم صلاح، الظهير الايسر علي بهيج قادم الحرس الحدود، اعاره لمده 6 شهور مع فريق الرجاء. تصف احداث الشوط الاول مرت الان مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. تعادل ما زال حاضر ما بين الفريقين وبدون اهداف. الرجاء على يمين الملعب بالقمصان البيضاء، الشرطات البيضاء والجوارب البيضاء، اللون الابيض الكامل. وعلى الجانب الايسر يتواجد فريق مصر المقاصه بالاخضر مع الازرق. واللقاء ما بين صاحب المركز ال17 الرجاء وصاحب المركز الخامس هو فريق المقاصه. ايمانويل ايدول استلم كورته وسط ملعب، عايز يلعب في الجانب الايمن عشان يمنح التقدم لاحمد فتحي. مقطوعه ترجع باسم عبد العزيز. شايفين كده انطلاقات وفكر طبعا ايهاب جلال، هو الاعتماد على الجبهه اليسرى اللي مشكله من لاعب باسم عبد العزيز وانضمام عمرو بركات اثناء امتلاك الفريق للكره وفي محاوله تشكيل خطوره. ادي مرور ايمانويل ايدول من احمد سامي. عمرو لاعب الفنان الموهوب، عدى فات، هوبا تسديده ترجع مره ثانيه. احمد سامي يكمل الهجمه مع عمرو بركات، وانتشار جميل جدا هجومي وانتشار رائع على حدود منطقه الجزاء. والمطارده ما زالت مستمره بينما صافره احمد العدوي، وخطا لفائده مصر المقاصه، الفريق اللي بيضغط. لكن حتى الان اداء متكافئ ما بين الفريقين، وان كانت الخطوره الحقيقيه منعدمه على مرمى الرجاء وكذلك على مرمى فريق المقاصه. مرور احمد سامي، العرقله واضحه من اللاعب عاصم صلاح. امير قيصر بيتحسر طبعا على خطا اللي ارتكبه زميله، لان من هذه الاماكن قد يفعلها هاني عبد العزيز او اللاعب عمر النجدي او حتى كذلك عمرو بركات. احمد سامي من ال3 اسماء اللي عندهم القدره على التسجيل. كره على مسافه حوالي 27 متر تقريبا. تعليمات من حكم اللقاء احمد العدوي. الكره الثابته الملعوبه على يمين الحارس، بتمر الى خارج الملعب الى ركله مرمى. حوار ما بين حكم اللقاء احمد العدوي هاني سعيد صاحب ال 35 سنه. هاني لاعب المخضرم، اللاعب الدولي اللي كان واحد من سفراء مصر في الدوري الايطالي مع فريق باري، مع فريق ايضا فيورنتينا بعد ذلك. وعلى ذكر الدوري الايطالي فانتقل للفيولا نجم الكبير محمد صلاح قادما من فريق تشيلسي بعدما كان قضى فتره اكثر من ممتازه مع فريق بازل السويسري، بينما انتقاله من الدوري الانجليزي الى الدوري الايطالي على سبيل الاعاره. كره ترجع مره ثانيه مع انتقال النجم الكبير الكولومبي كوادرادو، القطار الاسود الكولومبي السريع، لاعب اللي قد يفيد البلوز كثيرا من انتقال الى تشيلسي قادما من فريق فيورنتينا. احمد السيد لاعب قلب الدفاع، عنده هدف احمد السيد. ادي عمليه الارتقاء والدخول مع ايمانويل ايدول. سقوط على ارضيه الملعب، يخشى طبعا ان يكون في نزيف من الانف. سلامات عدت على احمد السيد، عنده هدف كان سجله احمد السيد في مرمى المصري البورسعيدي في المباراه اللي تغلب فيها الفريق 4-2 عفوا 3-2 على فريق المصري البورسعيدي. كره تحول احمد سامي، استلام ملعوبه عاليه في اتجاه سعد حمدي، بتمر عند الحارس محمد فتحي حارس الرجاء اللي تعرض للكره الثابته والاختبار اللي نفذه عمرو بركات. مرت على يمين القائم الايمن خارج الملعب، لا خطوره تذكر حتى الان على مرمى مصطفى كمال حارس مرمى اللي ما سمعناش اسمه ما شفناهوش. فهي طبعا اختبار حقيقي. ادي مانويل ايدول وحوار اعتقد هنشوفه في مواقف كتيره ومشاهد كتيره
على ارضيه هذا الملعب ما بين احمد السيد قلب دفاع مقاصه ورأس حربة فريق الرجاء، ولاعب المهاجم ايمانويل ايدول اللي بيلعب بصفته مهاجم صريح. وبتاتي تحركات علي بهيج من خلف الامام، اطمئنان من حكم اللقاء على سلامه احمد السيد لاعب قلب الدفاع في تشكيله مصر المقاصه، قادم من تليفونات بني سويف بعدما ترك الاهلي. لاعب اللي قضى مع الاهلي اكثر من 11 عام، حقق معه انجازات وبطولات بصفته كان قائد للقتيبه الحمراء. اطمئنان على سلامه احمد السيد في الكرات المشتركه الاخيره اللي جمعت احمد بايمانويل ايدول، وبالتالي خرج علشان يتلقى عمليه العلاج من قبل طبيب الفريق. كره مع اللاعب احمد سامي لعبد الحميد سامي. احمد سامي لاعب التليفونات. عبد الحميد سامي قبل ان يكون متواجد مع الاسماعيلي كان متواجد مع فريق الداخليه، كان هو صاحب هدف الفوز للداخليه على الاسماعيلي في بطوله كاس مصر موسم 2007 2008 في الادوار الاولى. كانت مفاجاه لان كان فريق الداخليه وقتها بيلعب في دوري القسم الثاني. سيد حمدي مع احمد سامي في اتجاه وائل فراج هداف الفريق عنده 8 اهداف، سيد حمدي عنده 7. اذا ثنائي المقاصه اللي بيقود الدفه الهجوميه في لقاء اليوم وحتى الان امام الرجاء لديهما 15 هدف من اصل 31 هدف. يعني معنى كده ان هما الاثنين دول سيد حمدي والفراج سجل حتى الان نصف عدد الاهداف اللي سجلها فريق مصر المقاصه طوال 19 مباراه. سيد حمدي استلم كورته، محاوله المرور من معتمد محسن، لاعب اللي كان تعرض للاصابه في الكره المشتركه مع وائل فراج اللي على اثرها وائل فراج حصل على بطاقه صفراء. عمرو بركات يضغط احمد فتحي، شوف الضغط، عمرو يمتلك المهاره، عدى وانطلق طويل القامه ما شاء الله، واحد والتاني متفوق وعدى، لكن يعني مشوار ما يكملش من قبل عمرو بركات. دخول في توقيت مناسب عمرو نبيل علي العربي، كره مقطوعه توصل مره ثانيه باسم عبد العزيز، تحرك باسم. عمر النجدي في مفاتيح لعب هجومي ممكن تغير الامور في اي لحظه، وفي الكسر من الثانيه ممكن كل شيء يتحقق عن طريق عمر النجدي وعمرو بركات مع فريق المقاصه. بينما في فريق الرجاء تبقى مفاتيح اللعب والاداء الهجومي مجهوله تماما. قد يكون يعني رقه الامل الوحيده متمثله في اللاعب علي بهيج، لكن حس المهاري والابداعي غائب حتى الان عن فريق الرجاء اللي لم يقدم المردود الجيد، وان كانوا يلعب بحرص ويقدر قيمه وشخصيه ومكانه فريق مصر المقاصه منذ ان صعد، وهو فريق يعني لديه رواسخ ولديه قدره على مقارعه الكبار. فريق نعم قادر على مجاراة كل الامور، وبالتالي اعتقد ان تحقيق الفوز على الاتحاد وفي نشوه من نشوات الاتحاد بقدوم حسام حسن محمد مجدي اللي اعتقد يضع عليه امال اليوم سمير كمونه، في شك ان كونك انك تلعب فريق حقق فوز على الاتحاد ومن قبل كان تغلب على وادي دجله، حقق انتصارين متتاليين، فدي بتخليك طبعا تحط كل المحاذير امام فريق عنده القدره على تحقيق انتصار ثالث وانه يحصل على الثلاث نقاط علشان يصل للنقطه 34 وليكون ثالث الترتيب في جدول المسابقه، متقدما على الاهلي بفارق نقطه وعلى وادي دجله بنقطتين. فريق اللي خسر في لقاء امس امام بتروجيت 2-1 بعد ما كان متقدم بهدف واحد دون مقابل حتى الدقائق الاخيره من عمر اللقاء. كره في الشمال عند باسم عبد العزيز مقطوعه، علي العربي مقطوعه من علي، تمريره بالخطا باسم عبد العزيز، عمرو بركات، امير قيصر، 9 اخطاء مجمل عدد اخطاء مباراه في الشوط الاول حتى الان، 5 على الرجاء 4 على فريق المقاصه. 30 دقيقه نصف ساعه مرت، متبقي ساعه بالتمام والكمال على نهايه احداث المباراه. 90 دقيقه نبحث فيها عن المتعه وعن جمال وحلاوه كره القدم، وبالاخص مع عوده الجماهير اللي ربما يعني ستضيف نكهه كرويه من اجل المتابعه الشيقه والجميله. واعتقد ان
اصوات الجماهير والتشجيع والمؤازره دي هترفع من حماس كل لاعب ورغبه كل فريق في تحقيق الفوز، خاصه لما تكون الجماهير موجوده تعطي دافع للفريق طوال ال90 دقيقه. في شك ان احنا تاثرنا كتير جدا بغياب الجماهير عن المدرجات وعن ملاعبنا. الموسم الماضي اقيم بدون حضور جماهيري، الموسم قبل الماضي ايضا اللي لم تستكمل احداثه كان ايضا على نظام المجموعتين وايضا بدون حضور جماهيري. هاني سعيد لاعب الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري. هاني سعيد مع فريق مصر المقاصة للموسم الثالث على التوالي. كرة مع هاني سعيد، استلاما عبد الحميد سامي لهاني، بيلعب عمرو بركات، سيد حمدي لعمرو. سرعة ممكن تفرق كتير مع فريق مصر المقاصة، لكن عملية الاختراق من العمق يجد فيها صعوبة اعتقد، لان الرجاء عمل كثافة عددية. بمجرد ما بيمتلك فريق مقاصة الكرة بنشوف على طول اندفاع على حدود منطقة الوسط وكمان على حدود قوس منطقة الجزاء لإغلاق كل الطرق، لأن مفيش اعتماد على الجبهة اليمنى مع اللاعب أحمد حسام وعمر نجدي. أدي عمر نجدي، أحمد سامي، لكن اعتماد الأكبر على الجبهة اليسرى اللي بتشكل من ناحية باسم عبد العزيز وعمرو بركات. عاصم صلاح، عودة للخلف، معتمد محسن يلعب لعاصم صلاح، عايز ينطلق بقى علي بهيج عشان يستلم كورته، لكن في رقابه محمد عبد الله. علي بهيج عوده للوسط، شوف ضغط فريق مصر المقاصة بينجح في استخلاص الكره بكل سهوله. ابير قيصر استلم كورته، ابير يلعب في الجانب الايمن. احمد فتحي مع محمد مجدي، رجع محمد من مواليد 95 محمد مجدي اللي بيحمل القميص رقم 96، واحد من ناشئي فريق انبي. عاصم ناحيه الشمال يلعب العرضيه ضعيفه. احمد سامي خارج الملعب، رامي تماس من احمد سامي. محمد مجدي، عاصم صلاح. حتى الان بتشهد مباراه هذه الجوله تسجيل 14 هدف في 5 مباريات اقيمت امس، منهم مباراه واحده انتهت بالتعادل السلبي، الاتحاد مع الجونه تعادل ايجابي. اسيوطي مع حرس الحدود 3 مباريات انتهت بنتيجه الفوز 3-1، كان فوز سموحه على فريق العبد منهور ليؤزم من موقف الفريق تماما. فريق العبد منهور اللي رصيده متوقف عند 9 نقاط في المركز 19 وقبل الاخير. الاسيوطي هو في مؤخره الجدول 8 نقاط، وطبعا في المركز ال 18 النصر برصيد 14 نقطة. ومرور اللاعب ايمانويل ايدول وانطلاقة في ظل الهدوء اللي بيسيطر على اجواء اللقاء والحصول على ضربة جزاء. احمد العدوي حكم المباراة لم يتأخر في احتساب ركلة الجزاء، ومعها بيشهر بطاقة صفراء للحارس مصطفى كمال. وطبعا الحسرة وكل الحسرة هنا على وجه ايهاب جلال مدير الفني، بينما الفرحة والسعادة موجودة من قبل سمير كابونة، لكن ما نعرفش هما بيطالبوا اعتقد باشهار بطاقة حمراء، وبالتالي غير راضين على قرار حكم اللقاء بان هناك ركله جزاء وهناك دخول من طبعا حارس المرمى مصطفى كمال، وبالتالي كان اعتراض اعضاء الجهاز الفني والتدريبي نعم بان في بطاقة حمراء، في طرد مباشر، لكن حكم اللقاء يرى بان في بطاقة صفراء تشهر لحارس المرمى مصطفى كمال وضرب جزاء مع الدقيقة 34 من عمر احداث الشوط الاول، عن طريق الغاني ايمانويل ايدول اللي استلم الكرة من طبعا وسط ملعب في اعماق دفاعات فريق مصر مقاصة. توغل انطلق، ادي في لقطة الاعادة ودخول مصطفى كمال، وكان خلاص متجه نحو شباك لتسجيل هدف، وبالتالي قرار جاء باحتساب ركله جزاء وبطاقة صفراء. وكانت هناك مطالبة من الجانب الآخر بإشهار بطاقة حمراء على أساس أنه كان منفرد تماما وما فيش حد مغطي من دفاع فريق مصر مقاصة، وبالتالي كان في وضعية تسجيل هدف بكل ارتياحية. وكان اعتراض طبعا الجهاز الفني لفريق الرجاء على قرار أحمد العدوي
اللي لم يشهر بطاقه حمراء. امير قيصر ركله جزاء، هنشوف وجه لوجه مع حارس مصطفى كمال الخبره صاحب ال 41 سنه، بينما امير قيصر بيتقدم. امير يلعبها والهدف الاول لفريق الرجاء، يتقدم عن طريق امير قيصر ومن ضربه جزاء صحيحه تحصل عليها الفريق. يتقدم امير لفريق الرجاء بعدما كان فريق مصر مقصه هو الاقرب للتسجيل واحراز هدف. وادي الفرحه والسعاده بتظهر على طبعا مدرجات فريق الرجاء وجماهير وانصار ومحبي وعشاق الفريق المطروحي. يفعلها امير قيصر صاحب القميص رقم 14 ولاعب خط الوسط صاحب ال 30 سنه، اللي حط كره بالجانب طبعا الايسر من المرمى. حارس المرمى مصطفى كمال اتجه على اليمين وبالقدم اليمنى تغرد في شباك الحارس. نعم تتهادى ولا تتمادى علشان بقى ترسم البسمه والسعاده على شفاه جماهير وعشاق فريق الرجاء اللي كلهم سعاده وفرحه غارمه بالتاكيد هنا من بعد هذا الهدف. تغمرهم الفرحه بالتاكيد بعد هدف جاء على عكس الاتجاه تماما وعكس التيار، لان كان الفريق الاخضر هو مصر مقاصه قريب جدا من تسجيل هدف ومن خلال السيطره والاستحواذ. وقلت لكم مع الدقائق الاولى من المباراه بان العبره ليست بالاستحواذ وامتلاك الكره، فالعبره دائما بالخواتيم وكيفيه استغلال الفرصه وكيفيه وضع الكره داخل الشباك هي الاهم بالتاكيد لدى كل فريق وبالاخص مع مباريات الدور الثاني. احمد فتحي سلامات احمد ساقط على ارضيه ملعب باسم عبد العزيز، محاوله الانطلاقه يضغط على العربي، جله في الكره اللي فاتت قلش، ترجع مره ثانيه احمد فتحي يستلم كورته وسقوط احمد فتحي بعد تدخل باسم عبد العزيز. 5 اخطاء على الرجاء، 6 اخطاء على فريق المقصه اللي اصبح الان متاخر بنتيجه هدف واحد مقابل لا شيء من ركله جزاء تحصل عليها ايمانويل ايدول اللاعب الغاني، ترجمها امير قيصر لاعب خط الوسط ليسجل ثاني اهدافه. امير قيصر كان سجل في مرمى بتروجيت في الاسبوع الثالث في اللقاء اللي اقيم على ملعب وساد السويس، ولما فاز الفريق بنتيجه هدفين مقابل لا شيء. اذا يوقع على ثاني اهدافه بعدما سجل في مرمى بتروجيت. يعود من الاسبوع الثالث وليتعرف على الشباك مع الاسبوع ال20 بعد غياب عن التهديف لمده 17 اسبوع. لاعب الوسط امير قيصر اللي وقع على هدف الاول لفريقه وبالتالي منح التقدم لفريق الرجاء. هدف هيغير من ايقاع المباراه تماما. هاني سعيد استلم كورته، هاني متبقي 5 دقائق على نهايه الشوط الاول، واعتقد ان فريق مصر مقصه وبالقياده الفنيه لايهاب جلال الان يبحث عن هدف من اجل ان يتدارك الامور تماما وان ياتي بتعادل قبل فوات الاوان. احمد سامي، عمرو بركات، يلعب هاني سعيد، لكن شوف ضغط فريق الرجاء اللي منتشر على طبعا كل نقاط الملعب في وسط ملعبه علشان يعمل على غلق كل منافذ وابواب الدخول لمنطقه الجزاء. عاصم صلاح يلعب الكره الطويله في اتجاه علي بهيج، تغطيه احمد السيد. مصطفى كمال يلعب مره ثانيه، احمد السيد مطارده علي بهيج، عمل مطارده كده علشان يبعد الكره اللي فاتت ويدي فرصه برضه لفريقه بالانتشار والتقدم للامام، وعمل الرقابه على كل مفاتيح اللعب الهجومي لفريق مصر المقاصه، اللي اعتقد ما في شك انه بتاثر لغياب احمد الشيخ وكذلك حسين الشحات، لكنه على مقاعد البدلاء يمتلك عبد الله فاروق، حسين رجب، هشام محمد، سعيد مراد. اعتقد ان في اسماء عندها القدره على تغيير النتيجه، ونفس الشيء في مقاعد بدلاء الرجاء بوجود عمرو الفيومي ومحمود المغربي واسلام فؤاد وطارق سالم، لكن يبقى سمير كمونه حتى الان يريد ان يرتب من اموره ومن خلال الاشارات والتعليمات لدى لاعبيه اللي بيحثهم طبعا على استلام الكره بشكل جيد. كره فيها خطوره ممكن عن طريق احمد حسام، يتوغل لكن ما كملتش مع سيد حمدي. هاني سعيد
كرة في اليمين قوية بعيدة عن عمر النجدي والى خارج الملعب. عمر النجدي صاحب 28 سنة، لاعب المغربي اللي بيلعب اللقاء رقم 12 له في بطولة الدوري هذا الموسم. لم يسجل حتى الآن عمر مع فريق المقصة، لكنه عنده قدرة على صناعة الأهداف. كان له دور كبير جدا أيضا في بعض المباريات اللي فاز فيها فريق المقصة، 8 انتصارات 7 تعادلات 4 هزائم. فريق اللي خسر من الأهلي بنتيجة هدف واحد دون مقابل، من الزمالك كانت الخسارة 3-1. كرة ترجع مرة تانية في وسط الملعب، لكن تبقى الهزيمة الكبيرة اللي تعرض لها الفريق كانت أمام طلائع الجيش بهدف مقابل 6. كرة في الشمال من عمرو بركات، باسم عبد العزيز مقطوعة، أحمد فتحي قادم من مدينة كفر الزيات، أحمد سامي، عمرو بركات في الشمال بيلعب العرضية، معتمد محسن بإصرار وتحدي دخول من على نقطة يلعبها علي بهيج، تقدم علي، مجهود فردي علي وحيدا علي، محاولة بقى الحصول على رمي التماس أو ركنية، يتوغل يستكمل مشوار لكن ما كملتش في النهاية، ومطالبة من حكم اللقاء أحمد العدوي باحتساب خطأ، لكن ما فيهاش حاجة في اللقطة اللي فاتت. دخول كرة مقطوعة، هاني سعيد، سامي النجدي، أحمد حسام، عبد الحميد، عمرو بركات. تمريرات سريعة من فريق الرجاء من المقاصة طبعا إيجاد ثغرة في دفاعات فريق الرجاء، فريق المتماسك حتى الآن، ونجح في إبعاد خطورة سيد حمدي والفراج في طبعا إحكام الرقابة على مفاتيح اللعب عند عمرو بركات وباسم عبد العزيز. في الشمال إخماد الثورة الهجومية والانطلاقات اللي تأتي من عمر النجدي. المرة دي أحمد السيد خلاص يعني لم يجد حل من قبل الزملاء، فبالتالي هو من يبحث عن الحلول. عمر النجدي، لواء الفراج، كرة مقطوعة ترجع مرة تانية، عبد الحميد سامي. كل لاعبو فريق الرجاء بأكملهم 11 لاعب في منطقة الجزاء، منتشرين على حدود المنطقة في الثلث الأخير من ملعبهم للتأمين والحفاظ على هدف الوحيد اللي هيفرق كتير معنويا قبل الدخول إلى غرف الملابس ما بين الشوطين. هيكون في كلام تاني، في تبديلات ممكن تنشط من دماء الفريق. كرة عالية، معتمد محسن من أمامه الفراج، لمسها، ادي محاولة عاصم صلاح انه يلحق بالكرة لكن طويلة خارج ملعب، رمي التماس لأحمد حسام. عمر النجدي استلم، عمر ينطلق، عدى، فات من 3، راحت عمرو بركات، توزيع، شوف انتشار الجميل، استبسال دفاعي، راحت مرة تانية باسم عبد العزيز يلعبها عالية بالونية سهلة، علي بهيج عمل تغطية عكسية، ايمانويل ايدول استلم، ايمانويل محطة هجومية في منتهى الخطورة من خلال الكاونتر اتاك والتحول من الدفاع للهجوم. المرة دي أمير قيصر عدى، تفوق أمير، يلعبها لإيمانويل اللي كان واقع في مصيدة التسلل. في مصيدة التسلل كان موجود إيمانويل. الراية تأتي من المساعد الثاني لحكم اللقاء هشام محمود، والتسلل الأول على فريق الرجاء. في المقابل كان في حالة تسلل على مصر مقاصة، نتذكر كان سقوط لاعب وائل فراج مع الربع ساعة الأولى في مصيدة التسلل. لدينا دقيقتين وقت بدل من ضاع، كما أعلن الحكم الرابع صبري شعبان بناء على قرار من حكم اللقاء أحمد العدوي اللي على الصورة أمامنا. خطأ لمصلحة المقاصة، أحمد سامي، عمر النجدي يلعب في العمق. أعتقد كل الكرات الملعوبة في العمق وداخل منطقة الجزاء هتكون دائما من نصيب الحارس محمد فتحي، أو إبعاد من دفاعات فريق الرجاء متماسكة والقريبة والمتقاربة تماما، واللي لم تعطي فرصة لخط هجوم فريق المقصة أن يلعب بارتياح، وبالأخص لدى هداف الفريق والفراج وكذلك سيد حمدي. 15 هدف عن طريق هذا الثنائي من أصل 31 هدف، يعني نصف عدد أهداف الفريق سجلها كل من السيد حمدي والفراج. والفراج 8
سيد حمدي 7. خطأ لفريق الرجاء معتمد محسن. نلعب في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضائع والأخيرة في اللقاء اللي بيجمع الفريقين هنا في ملعب الفرعي لاستاد برج العرب، اللي بيشهد أول لقاء يقام على أرضية هذا الملعب بعد ما كان كل مباريات الرجاء بتلعب وتقام على استاد الإسكندرية. كرة في اليمين، أمير قيصر، محمد مجدي المرة دي، محمد مجدي، لكن مقطوعة من محمد مجدي. ترتد هاني سعيد. يسعى فريق المقصة لتعديل الأمور وترتيب الأوراق قبل الدخول إلى فترة الاستراحة ما بين الشوطين. عمرو نبيل، أمير قيصر لأحمد فتحي، مقطوعة، يضغط عمرو بركات، ضغط ممتاز من فريق مصر المقصة لكن غير قادر تماما على الوصول واختراق منطقة الجزاء. حوار باسم ما بين طبعا أحمد العدوي وهاني سعيد في اللقطة اللي فاتت. الاستحواذ ما زال للمقصة 58 في المقابل 42 للرجاء، لكن زي ما قلت لكم وبنرجع ونقول قرارا وطبعا مرارا وتكرارا بأن العبرة ليست بالامتلاك، فالعبرة بأن تهز الشباك، وهذا ما حدث عن طريق في الحلقة الثانية من العب مع السقا وتشافي. السقا هيرد كرم الضيافة بالمصري. تشافي سقا ابو الهول. الملعب هو الامتحان والموهوب هيبان. العب مع السقا وتشافي الليلة 8 مساء على MBC مصر 2. عشاق الساحرة المستديرة، أنتم على موعد مع مباراة الإسماعيلي والمصري ضمن منافسات الأسبوع 19، الدراويش وأبناء المدينة الباسلة في ديربي مدن القناة. الإسماعيلي والمصري اليوم 5 مساء على MBC مصر 2، بيت الدوري المصري. أنا باسل حمد الباشا، كنت والد 7 سنين، وأقول للجمل اللي كدك 20 مرة نخ ينخ. الباسل عنده فلوس لو جادوا فيها النار شهر ما تخلصهاش. كل الأرض دي ملك يا نعمل. لمين الكنز ده يا الباسل؟ صح، عايز كل واحدة منكم تقول هتحب أبوها كديش، وعلى كد غلاوتي على كد اللي هديهولها. ايه اللي جابك؟ ما هنشوفوش في الليل غير هم النهار يا الباسل.
كابوس يا سكن. كل ما عيني تغفل أشوفه، كل ليلة أخاف أنام منه. أنت هنا دهشة من الأحد إلى الخميس 10 مساء على MBC مصر 2. وقع عليها أمير قيصر لاعب خط الوسط بعدما تلقى تمريرة بينية اللاعب إيمانويل إيدول من أمير قيصر، وكانت تمريرة فيها بلسم شافي للمهاجمين، فيها سم قاتل لحراس المرمى والمدافعين، وانفرد بالحارس، وكانت هناك عرقلة وركلة جزاء صحيحة احتسبها حكم اللقاء اللي اكتفى بالبطاقة الصفراء، واعتقد انه كان رحيما بالحارس مصطفى كمال، والرحيم هو الله. هنا لحظات وتبدأ أحداث الشوط الثاني. فريق الرجاء باللون الأبيض حيتواجد على الجانب الأيسر من الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، بينما باللون الأخضر يتواجد فريق المقصة على الجانب الأيمن. وهناك تبديل وحيد أجراه حتى الآن مدير الفني إيهاب جلال مع بداية الشوط الثاني، يدفع بسعيد مراد رقم 11 بدلا من اللاعب عمرو بركات رقم 13، لاعب خط وسط مهاجم بنفس مواصفات وطبعا اللي يمتلكها اللاعب عمرو بركات. انطلاقة سيد حمدي، دخول معتمد جمال اللاعب اللي كان تعرض لإصابة، زميل علاء متولي معلقا على المباراة من ملعب واستاد ملعب الفرعي لبرج العرب. خطأ لمصلحة فريق مصر المقاصة، كرة ثابتة على مسافة 27 متر تقريبا، مواجهة لمرمى محمد فتحي حارس الرجاء. تعليمات من أحمد العدوي حكم المباراة اللي كان أشهر بطاقتين صفراويين في الشوط الأول، وكرة ثابتة ملعوبة تألق فيها خطورة، أوبا جول! هدف التعادل، هدف مبكر مع بداية الشوط الثاني. لم يمهل أحمد حسام فريق الرجاء ترتيب الأوراق، وبالتالي يكافئ هنا المدير الفني إيهاب جلال اللي اعتقد أصبح في حالة ارتياح شديد بعد هدف التعادل، هدف التعديل، هدف تجديد وفتح صفحة جديدة لأحداث ومجريات الأمور في اللقاء. ومع الدقيقة 47 يعدل من الأمور أحمد حسام ظهير الأيمن، وتابع كرة ارتدت من يد حارس المرمى محمد فتحي اللي تصدى للكرة الأولى من كرة ثابتة، لكن متابعة من قبل أحمد حسام وضع الكرة بباطن القدم في الشباك. كما نتابع سعيد مراد اللاعب اللي لسه نازل يلعب كرة من مسافة 27 متر، تصدي من على يسار الحارس لمحمد فتحي، كرة ترتد وسط، يعني حالة من الجانب الدفاعي اللي كان في وضعية وقوف تام وما فيش حد تابع الكرة ولا أبعد الخطورة من أمام أحمد حسام اللي أكملها داخل المرمى من ناحية اليمين، وبالتالي يعزز من طبعا وضعية فريقه ويأتي بهدف التعادل. هو ليس هدف التعزيز ولكنه هدف جاء بعد يعني تنفيذ جيد لأحمد حسام الظهير الأيمن صاحب ال 33 سنة اللي يوقع على أول أهدافه في بطولة الدوري هذا الموسم. كرة ثابتة من مسافة بعيدة، أوبا تصويبة معتمد محسن والكرة تسدد ولكن على يسار الحارس من بعيد من مسافة 30 متر، ودي التصويبة القوية بالقدم اليمنى ومعها الحارس اللي أمنها لكنها بعيدة عن القائم بحوالي 5-6 ياردات، والكرة تحول إلى ركلة مرمى لفريق مصر المقاصة اللي عاد، والعودة كانت سريعة. ومع بداية الشوط الثاني ينجح الفريق في التعادل، إذن هو السباق بالتسجيل مع الشوط الثاني. كرة ملعوبة، فيش تبديلات تمت في تشكيلة فريق الرجاء، بينما التبديل الوحيد اللي أجراه إيهاب جلال هو الدافع سعيد مراد اللي نفذ الكرة الثابتة اللي ارتدت من يد حارس المرمى محمد فتحي، وأكملها أحمد حسام في متابعة جاءت من ناحية اليمين من داخل منطقة الجزاء، وسط يعني حالة دفاعية من قبل فريق الرجاء اللي كان كل مدافعيه
واقفين على خط واحد وما فرضوش الرقابه اللصيقه على مهاجمي ولاعبوا فريق المقصه في القطه اللي فاتت. عبد الحميد سامي، احمد حسام، احمد سامي وسط ملعب. هيتبقى كده تبديلين لايهاب جلال، بيتبقى لديه على مقاعد البدلاء عبد الله فاروق، احمد زغلول، حسين رجب، هشام محمد، لاعب الغني ابو بكر عبد اللطيف، اضافه للحارس البديل عبد الواحد السيد. خارج الملعب ركله مرمى لمصلحه فريق الرجاء. محمد فتحي يعني واضح كده انه حزين على هدف التعادل، وكانه بيعاتب نفسه على ان الكره اللي ارتدت كان ارتداد خاطئ من حارس المرمى. كان مطلوب انه بقبضتي اليد ابعاد الى خارج الملعب، اما الى ركنيه او على الجانب الايسر من الملعب. الكره كانت على يسار تحويلها رمي التماس، لكن ارتداد الكره كانت على قدم احمد حسام اللي اكملها في الشباك. سعيد مراد، بدايه كانت مع بلديه المحله. سعيد مراد لعب لفريق الانتاج الحربي، كذلك لعب لفريق الاولمبي من قبل. كره في الجانب الايمن عند علي العربي، رمي تماس. بدلاء فريق الرجاء محمود كوكو في حراسه المرمى، ابراهيم القاضي، محمود المغربي، اسلام فؤاد، عمرو الفيومي، كريم الديب، وطارق سالم. هنشوف فكر سمير كمونه في الشوط الثاني، هل يدفع بطارق سالم يلعب كراس حرب اخر بجوار ايمانويل ايدول على حساب علي بهيج، ولا يدفع باسلام فؤاد لديه عمرو الفيومي لاعب بلاي ميكر صانع العاب وسط هجومي ممكن يحتاج اليه في الشوط الثاني في مباراه لا تقبل القسمه على 2. قد يكون شعار كل الفرق في مباريات الدور الثاني لمن يسعى طبعا كراسي المقدمه، ولمن يسعى طبعا ان ينجو من عمليه الهبوط. منهم فريق الرجاء عنده 17 نقطه. عاصم، كره مقطوعه، باسم عبد العزيز يلعب داخل منطقه الجزاء، هاني ترتد، احمد فتحي يمرر، محمد عبد الله، تقدم محمد، ادي امامنا محمد عبد الله لمحمد مجدي، لكن في عمليه الشده ومن احمد سامي لاعب الوسط اللي بيحصل على الانذار الاصفر. احمد العدوي يشهر بطاقه صفراء لاحمد سامي، انذار الاصفر الثالث في اللقاء. الشوط الاول كان في بطاقتين صفراوين، واحده لوائل فراج في كره مشتركه كانت مع معتمد محسن لاعب قلب دفاع فريق الرجاء اللي فيها تعرض لاصابه لربط راسه بشاش ابيض في رباط للراس، وبالتالي لكنه اكمل اللقاء. وكانت عنده تصويبه هي الاخيره اللي كانت على مرمى مصطفى كمال. سيد حمدي لوائل فراج، حضور الغائب حتى الان لثنائي الهجوم. محمد عبد الله، كره في الشمال، علي بهيج، ادي علي بيدور على حد يقرب له في وسط الملعب، في تاخر من امير قيصر واحمد فتحي، وصلت لاحمد، عوده الى عمرو نبيل، يغير اتجاه الكره في الجانب الايسر، عاصم صلاح، دخول احمد حسام مره ثانيه الى الخلف عند عبد الحميد سامي عقب هذا اللقاء ان شاء الله، وضمن لقاءات الجوله رقم 20 ديربي القنال، من يكون زعيما للقنال هذا الموسم. الاسماعيلي يستضيف فريق المصري البورسعيدي. كان لقاء الدور الاول انتهى 2-2، واحده من امتع مباريات الجوله الاولى. نتذكر كان تقدم الاسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الاول، لكن كانت هناك عوده لفريق المصري اللي قدم شوط ثاني جميل ونجح في تعديل الامور بهدف عن طريق حماده يحيى من ركله جزاء، وهدف ثاني هدف التعديل قبل نهايه اللقاء ب5 دقائق، ولكن هدف كان هدف ذاتي عن طريق النيران الصديقه للنجم والقيصر حسني عبد ربه، لاعب اللي تعرض لاصابه، ندعو له بالشفاء والسلامه والعوده سريعا ليعود الى التالق والتعمق كقيصرا للكره المصريه وللدراويش حسني عبد ربه. اخطاء 9 على الرجاء، 10 على المقصه، تعادل اصبح ايجابي 1-1، وبالتالي 16 هدف حتى الان
في الجولة الرقم 20. 14 هدف في 5 مباريات أقيمت أمس، والآن لدينا هدفين في هذا اللقاء ما بين الرجاء والمقصة، وحتى الدقيقة 54 باسم عبد العزيز. دخول أحمد فتحي، طلع الكرة بره إلى رمية تماس. ادي الدخول وابعاد الكرة من امام اللاعب باسم. عمرو بركات اليوم غير موفق على الاطلاق، وبالتالي كان قرار من المدير الفني ايهاب جلال باخراجه واقحام اللاعب سعيد مراد. كرة عند وائل فراج، وائل يلعب، احمد حسام تحرك حطها في خطوره، عمر النجدي. فكرة جميلة، فكرتها حلوة، جملة ممتازة، لكن النهاية ما كانتش بالشكل المطلوب. كانت تحتاج إلى دقة، تركيز، وكمان إلى قوة من عمر النجدي في التعامل مع الكرة اللي فاتت، حتى إن كان قدامه فرصة إنه يتحرك وياخد خطوتين لقدام ويحط كرة على يمين الحارس، لكن حطها على شماله ومرت أرضية ضعيفة لركلة مرمى لمصلحة فريق الرجاء. إيمانويل إيدول، كرة مقطوعة لمصلحة فريق الرجاء. محمد عبد الله ترجع مرة تانية، هاني سعيد. كرة الآن مع فريق مصر المقصة، تحرك سعيد مراد، مقطوعة من أمامه محمد مجدي. عنده هدف سعيد مراد مع فريق المقصة، كان في مرمى المصري البورسعيدي لما تغلب الفريق هناك في ملعب واستاد الإسماعيلية. خطأ لمصلحة سعيد، ملعوبة وخلفية من سيد حمدي اللي لم تأتيه فرص حقيقية حتى الآن سيد حمدي، ونفس الشيء عند وائل فراج. محمد مجدي، إيمانويل إيدول لو لعب في المساحة الخالية أقصى اليسار ممكن تشكل خطورة. علي بهيج يلعبها، علي بهيج يلعبها، علي وعالية على يسار حارس المرمى، تمر إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق المقصة. ادي الكرة اللي ملعوبة من علي بهيج، تحرك كان من لاعب طبعا ايمانويل ايدول اللي استلم كورته وحضر في الشمال، كانت محتاجة برضو زيادة عددية هجومية من ناحية الشمال عن طريق عاصم صلاح الظهير الايسر اللي ما تحركش وما كانش فيه واجب هجومي منفذ من قبل اللاعب عاصم صلاح. هاني سعيد ملعوبة في خطورة، عمر النجدي، عمر يلعبها تصل عند الحارس محمد فتحي، ضعيفة من عمر عند علي بهيج، يبدأ في الجانب الأيسر. مفيش زيادة عددية هجومية للأبيض لأصحاب الأرض فريق الرجاء. أحمد السيد لأحمد سامي اللي حصل على إنذار أصفر. سعيد مراد، أعتقد إن سعيد هيفرق كتير في الشوط الثاني بعد نزوله، وبعد طبعا ان جاء الدفع وجاء الهدف المبكر، فده هيرفع من معنويات فريق المقصة، وربما يعني تحبط من نفسية لاعبي فريق الرجاء لو لم يكن هناك عامل نفسي من قبل المدير الفني سمير كمونة، وكيفية عودة الفريق مرة تانية إلى المباراة وعدم اليأس أبدا، وألا ييأس في رحلة البحث عن انتصار. وزي ما قلت لحضراتكم مباريات الدور الثاني ستلعب تحت شعار أكون أو لا أكون. في مباريات أعتقد ليس فيها اختيارات أو خيارات كثيرة، لأن كل فريق يمنى نفسه بانتصار وفوز. إذا كان فريق يعني يريد أن يبتعد عن منطقة الهبوط، أو فريق يبحث عن الصدارة وعن ملاحقة كبار القمة. عمرو نبيل خارج الملعب، ضربة ركنية من أمام وائل فراج. وائل فراج عنده 8 أهداف، هداف الفريق، هدفين في مرمى الجونة، هدفين في مرمى بتروجيت، كما سجل أيضا في مرمى إنبي واتحاد الشرطة ووادي دجلة. وائل فراج، ركنية تانية لفريق مصر المقاصة، في حين ان فريق الرجاء اللي طوال ال 59 دقيقة لم يتحصل على أي ركلة ركنية حتى الآن. ضربة ركنية، عمر النجدي من على يمين حارس المرمى محمد فتحي، بيبعد
الكرة في اللقطة اللي فاتت علي بهيج ترتد مرة تانية لمصلحة إسعاد حمدي اللي بيتقدم ناحية اليمين مع